We hope to correct. نأمل أن نصحح بعض من الهجوم على الحقيقة الذي حدث قبل الحرب وخلالها. حمى موقع ويكيليكس رصاصه بعد أفغانستان على العراق، ونشر أكثر من 400 ألف وثيقة سرية تكشف عن تفاصيل تتحدث عن تورط رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في إدارته ما سمي بفراق الموت التي قامت بإعدام بحق مدنيين. في 400 ألف وثيقة ويكيليكس يتضح من خلال بعضها علاقة المالكي بفرق اغتيال تابعة للموساد الإسرائيلي وإيران أدت إلى مقتل عقول عراقية. غير أن عمليات اغتيال 350 عالما نوويا عراقيا و80 ضابط طيران من القوات الجوية العراقية بقيت لغزا شغل الشارع العراقي. هنا تكشف هذه الوثيقة السرية من ويكيليكس الدور الذي لعبه نور المالكي في توفير معلومات خاصة بالسير الذاتية للعلماء العراقيين وطرق الوصول إليهم بغرض تصفيتهم. سلمت هذه المعلومات إلى فرق اغتيال تابعة للموساد الإسرائيلي وإيران كما تظهر الوثيقة. كما استطعنا الحصول على وثيقة سربت من مكتب نور المالكي وموقعة باسمه بصفته رئيس الوزراء تعود إلى عام 2007 تكشف التنسيق المباشر مع الحرس الثوري الإيراني لتصفية شخصيات عراقية. إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة.